حسيتي قبل كده بكلكعة في الأندر أرم وقلتي إيه ده؟ تعالي أقولك إمتى الكتلة دي تبقى عادية وإمتى لازم نقف فعلا ونروح لمتخصص. الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. بصي الأول هقولك أسبابها وأنت ابداي حددي معايا سببها عشان بعد كده نشوف هي فعلا خطيرة ولا عادي. تحسس من منتج معين أنت بتستخدميه أو عملتي جرح وأنت بتعملي شيفنج أو في عرق كتير وأنت مش بتهتمي بنظافة ولا عناية المنطقة دي زي ما قلنا قبل كده في الفيديو ده، او مرض مناعي او عدوى زي الانفلونزا. طب امتى تبقى خطيره؟ لو لمسيها كده ولقيتيها ناشفه في مكانها ومش بتتحرك، بتكبر بسرعه جدا في الحجم او بتروح وتيجي كتير وكمان عملتي كل حاجه وبرده ما بتتعالجش بل بالعكس، او بتظهر معاها اعراض مش طبيعيه زي حمى وصعوبه في التنفس ونزيف حتى، يبقى ساعتها لازم نهتم بيها. طب تديها فرصه قد ايه؟ الاول خالص لازم تعرفي السبب ولازم تبعدي عنه وتمنعيه تماما. اعملي كمادات ميه دافيه كل يوم واستخدمي الصابونات دي كل يوم وخاصه فتره الصبح لان العرق بيكتر الصبح، واهتمي بنظافه المكان ده وتابعيها كويس جدا. في خلال اسبوعين بعد كل ده برضو ما راحتش وما اتعالجتش وحصل كل العلامات اللي قلنا عليها، يبقى لازم نروح متخصص وخاصه اورام عشان نعمل اشعه وتحاليل عشان نطمن انها مش خطيره. واوعوا تهملوا اي علامه جسمكم بيقول لكم عليها حتى لو بسيطه، وما تنسوش السبسكرايب عشان بقينا عيله كبيره.